المثلي نشهد العظيم ديالي بيديا. Maintenant, je me sens bien, j'ai envie d'avoir un club, 4 millions d'euros. D'accord. بلا شك ان ما كاينش شي حد من المغاربه وحتى من غير المغاربه ما عارفش شكون هو زكريا مومني. اسم اللي كان ديما مرتبط اما بجرائم حق عام بحال النصب الاحتيال والتشهير واللي تدان بهم في المغرب وفي فرنسا وحتى في كندا مؤخرا، او بفضائح ابتزاز بحال فضيحه الفيديو الشهير ديال محاوله ابتزاز السلطات المغربيه في مبلغ 5 مليار، والمشهد المقزز ديال مومني هو كيحسب 10,000 اورو. ولكن في الآونة الأخيرة الاسم ديال زكريا مومني ولا مرتبط أكثر بانحرافات جنسية شادة واللي بلا ما يشعر بدا كيسوق ليها هو براسو هاد الأيامات. دوك الانحرافات اللي فضحاتو بأنه مهووس بزاف بعقدة الجنس، وبينات كذلك بلي السيد أو السيدة حيت ما بقيناش عارفين بالضبط بأش من صفة غنوليو نتعاملوا معاه بها، بان بلي مقصح بزاف حيت حقيقته تفضحات وبأدلة موثقة، والهضره هنا على ميولاته الجنسية الشادة كيف ما تعرفات حقيقة محاولة ابتزازه للسلطات المغربية. وهذا هو دائما مشكل زكريا مومني كيفضح راسه براسه. وحتى من قضية 10,000 اورو اللي ادعى مومني بلي ما خداهاش تفضح من بعد بالصوت والصورة بلي كان كيتيك ويفرق فيها كيف بغى مع طليقته وزعما بكل وقاحة قال لها انتي 3000 وانا 7000. Par contre, là, on a le droit de ramener 10 000. Il faut juste la déclarer après. Non, c'est moi. Non, toi, t'as changé parce que là, avec la carte d'exécutif de séjour, on a le droit de ramener. Ouais, 10 000. 9 000. 10 000, 9 000. Toi, tu prends 3 000, moi, je prends le reste. Parce que on a le droit de partager. Ah oui, vas-y. Comme ça. ايوا شتي زكيكو ها انت تفضحتي. خبراء علم النفس والاجتماع كيقولوا باللي فاش شي حد كيكون كيهضر بزاف وبلا قياس وبمناسبه ودون مناسبه على شي موضوع او شي مشكل، عرف باللي هذا الشخص اما كيعاني من نفس المشكل او ان داك الموضوع مقصحو في شي حاجه في حياته او عنده مع شي عقده ما قدرش يتخلص منها. داكشي علاش معظم كلامه كيكون على ديك الحاجه. زكريا مومني من نهار بدا يخرج للصحافه سواء قبل ما يدخل الحبس في المغرب ولا من مور ما خرج من الحبس، تصريحاته كانت ديما كتدور على موضوع واحد ووحيد، الفلوس ولا شيء غير الفلوس، وطبعا كان ديما كيغلفها بشي غطاء. مرة يقول لك تعويضات ديال شي وظيفة حرموه منها واخا ما كانش من حقه، ومرة يقول لك تعويضات عن تعذيب مزعوم تبين بلي ما عمره تعرض ليه، وشكايته الكيدية تحفظت نهائيا من طرف القضاء الفرنسي. الهوس المرضي ديال زكريا مومني بالفلوس وبالربح السريع والطمع ديالو لا محدود باش يولي لاباس عليه بلا ما يشقى ولا يتعب ما خلوش فقط توصل به الوقاحة لدرجة محاولة ابتزاز بلاده في مبلغ خيالي كان باغي يخدم فلوس الشعب، ما خلوش فقط يعلن استعداده لممارسة تعياشت وينكر كاع الخرايف اللي كان كيقولها ضد الأمن في الصحافة الأجنبية. Dès que j'entends quelqu'un parler du Maroc, mais ça me touche, mais j'ai toujours montré que les Marocains, et on est fiers de une image positive. J'ai toujours montré une image positive. Et aujourd'hui, ce que je veux encore faire, c'est pour ça que j'ai demandé ça, c'est encore pour encore honorer plus le Maroc. Le club, je vais lui donner le nom de Sa Majesté. وما خلوهش فقط يتسطى ويجهر ضد وزير الداخلية الأسبق محمد العنصر وصيفط ليه أوديو كله تخسر الهضرة وسب وقذف، كيف ما صيفط أوديو للمدير الأسبق ديال الاستعلامات العامة حميد الشنوري فيه كذلك سب وشتم من السمطة لتحت وتهديدات. وهذا الشيء من مور ما قلبت عليه السلطات المغربية الطابلة فاش عرفته مبتز ونصاب. Toujours tu réponds pas, toujours tu te caches. Toujours tu te caches, merde, ministre de merde, tu te caches. Comme je vais sortir avec vous demain, comme la retraite, vous êtes que des fils de pute, vous êtes des fils de pute de ministre de merde, ministre de mes couilles, ministre de fils de pute, ministre d'un PD. Tu as compris ça? Moi, je vais sortir avec vous comme en direct. Comme moi, je vais vous niquer. Vous êtes que des enculés. Vous foutez de ma gueule, comme si tu te fous de ma gueule, pas vous. Tu te fous
ma gueule, fils de pute, t'as osé me mentir, Rabbak. T'as osé de me mentir, t'as fait la grosse connerie de ta putain de ta vie de merde, t'as fait la plus grosse connerie de te foutre de ma gueule à moi, Rabbak. J'ai vécu l'enlèvement, la séquestration, la torture, fils de pute de merde, là. Je t'encule ta race de merde, Rabbak. Tu vas payer ta fils de pute et tu vas devoir répondre au roi de ce que t'as fait, fils de pute. Ah, bonsoir, monsieur le menteur. Ah, sale race de merde, là, vous foutez de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule, hein. Directeur central de renseignements généraux de merde, là, de mes couilles, là. Préfet, gouverneur du préfet de je sais pas, va te faire foutre, fils de pute. Tu t'es foutu de ma gueule. Tu t'es permis de te foutre de ma gueule. Toi, tu t'es foutu de ma gueule à moi. On demande pour la connerie que vous avez fait tous, toi et le ministre de mes couilles de merde, là, vous allez te faire enculer tous un par un. Parce que la grosse connerie, c'est que de foutre de ma gueule, de me mentir à moi. Voilà, comme vous allez régler ça, vous allez payer le fils de pute de merde, là, y a personne qui se fout de ma gueule. Vous foutez de ma gueule, là, comme alors que j'ai vécu l'enlèvement, la séquestration et la torture, hein, et vous continuez à se foutre de ma gueule, oh, fils de pute de merde, vous êtes que de merde, vous êtes de merde, un état de merde, là, comme, vous allez régler ça, vous allez devoir maintenant se justifier et expliquer, là, cette merde-là que vous avez fait. Parce que cette grosse merde-là, vous allez la voir bientôt, là, en direct, dans les journaux et dans les livres et dans tout, fils de pute, de bâtard. Mais avec tout, hein, comme toi et le ministre et tous les gens qui étaient derrière cette merde, un par un, fils de pute, avec les détails, là, comme je vais tout dénoncer avec les détails et expliquer, préparez-vous pour s'expliquer devant le roi, fils de pute. وإنما الهوس المرضي ديالو بالفلوس والطمع وبرودة الكشاف سببوا ليه مشاكل كبيرة مع مراته السابقة طالين، حيت هي اللي كانت كتصرف عليه وكانت قايمة في بلاصتو بدور الراجل في الدار. وفاش طلع عليها الزعاف وواجهاته بالحقيقة، حقيقة أنه ماشي راجل، السيد قلبع معها الصباط وسلخها مزيان بالعصا هي ونسيبته، ووصلت القضية للبوليس والمحاكم، وبسببها باش هرب من فرنسا لكندا باش يطلب اللجوء. ولكن غادي تدوز الايام وغادي تبين باللي الخلاف ديال زكريا مومني مع طليقته طالين ربما ما كانش منحصر فقط في انعدام الرجوله في جانبها المرتبط بالقوامه والمسؤوليه ديال مصروف الدار، ولكن تبين باللي الخلاف كان ايضا بسبب انعدام الرجوله في جانبها الحميمي، وخليونا نقولها صراحه في جانبها الجنسي من الاخر، جانب اللي ربما كان اهم بكثير لطالين بالنسبه لها كزوجه. وهذا ماشي كلامي وإنما كلام زكريا مومني براسو. وشوفوا هنايا، وهذه هي نفس الصورة. شوفي، يعطي الناس يتفرجوا مع راساتهم. هنا أنا متكي ما يمكنش نبين لكم هذا الشيء، هنا شاد القضيب ديالي بيديا، وأنا عريان من تحت ديالي لابس البينوار مفتوح وشاد القضيب. أشنو بالسلامة غادي نفهموا من كلام مومني؟ شنو معنيت واحد عوض ما يمارس حياته الطبيعيه مع مراته كيف اي راجل طبيعي كامل الذكوره كيسمح فيها وكيمشي يدير شي تمارين سريه بوحده حسب ما هو مفهوم من كلام زكريا مومني براسو؟ شنو معنيت هذا الشيء؟ هذا الكلام كيتفهم منه حاجه واحده فقط لا غير، وهي ان زكريا مومني كان ولا زال كيعاني من مشكل اكبر بكثير من الهوس ديال الفلوس، مشكل اللي كيبان بانه معقدو بزاف في حياته للدرجه اللي ماشي فقط خلاته يتصاحب غير مع الدراري ويدخل عالم القزحيات في كندا، وماشي فقط للدرجه اللي خلاته يبقى يجبد موضوع الجنس والمثليه في الفيديوهات ديالو بلا قياس، وانما للدرجه اللي خلاته يبغي يكتشف الجانب الانثوي اللي عنده لداخل. كيف ما سمعتوا يكتشف ديك زكية اللي عايشة فيه لداخل، داك الجانب الأنثوي اللي كيحس زكريا مومني أنه عايش بيه معاه، واللي بدا كيخرج للعلن ماشي فقط من خلال البلايص اللي كيمشي لهم أو الحي اللي عايش فيه، بل الأمر وصل حتى لللباس. وهذا الشيء ماشي تشهير أو قذف في حقه، وإنما حقائق موثقة بأدلة اللي قدمها لنا زكريا مومني بيدو ومبارطاجيها للعموم، وخلتنا نفهموا بزاف ديال الحوايج في الخرجات اللي كيدير على الجنس والمثليه، كيف ما فهمنا من قبل حوايج كثيره على سبب التعلق ديالو بالفلوس.
في الصيف ديال 2023 وبالضبط في شهر غشت، زكريا مومني فاجأ المتتبعين ديالو من مور واحد الغبره طويله على اليوتيوب بواحد الفيديو وثق فيه اللحظات اللي كان مدوزها في واحد البلاج في كندا معروف بالمثليين والشواذ. وفي نفس الفتره كان خرج بفيديو وتدوينه قال فيهم بلي سبب الغياب ديالو هو انه كان كيستمتع باوقات خاصه مع شي صحابو دراري جو عنده خصيصا من اوروبا. فاحنا يعني كنا كنستمتعوا بالمناظر الخلابه ديال الطبيعه الكنديه مع هاد الاصدقاء هادو. هاد بيرسي لا بلاج ديال بيرسي هادي داخله في البارك ناسيونال ديال كندا. هادي يعني التراث ديال كندا، هادي من اجمل المناطق في كندا. البلاج اللي كان زكريا مومني مستمتع فيه باوقات خاصه مع اصحابه اللي جو عنده من اوروبا حسب ما جا في كلامه سميتو غوشي بيرسي وجا في منطقه غاسبيزي. وهذا الشاطئ كيتعتبر من اكثر الشواطئ اللي عزيزه بزاف على المثليين والشواذ في كندا يمشيو ليها، وحتى اللي كيجيو من بلدان اخرى خارج كندا حسب ما هو مذكور في واحد من المواقع المختصه في ارشاد السياح المثليين في العالم. وماشي هادشي فقط، وانما حسب ما هو مذكور في ذاك الموقع كاين واحد الشاطئ خاص بالعراجل المثليين او ما يسمى بالناتوريزم سميتو كوان دو بون، واللي قريب بزاف من البلاصه اللي كان صور فيها زكريا مومني داك الفيديو، بحيث ما كملش بيناتهم 9 كيلومتر. الميولات الشاده ديال زكريا مومني ما غاديش تفاجئ المتتبعين ديالو فقط نهار مشي يصيف مع الزملاء ديالو في البلاج اللي هضرنا عليها، ولكن غادي يتاكدوا منها اكثر نهار عرفوا فين ساكن مومني والحي اللي اختاروا ومن دون كاع الاحياء في مونريال في كندا باش يسكن فيه، الا وهو حي فيو مونريال تابع لدائره فيل ماري باقليم كيبيك، وبالضبط في واحد الاقامه جامعيه سميتها ايفو مونريال واللي كتدعم المثليه. هاد الدائرة فيها جوج من أشهر الأحياء ديال المثلية الجنسية وأكثر الأحياء اللي كيسكنوا فيها المثليين وعزيز عليهم يتسالوا فيها، لدرجة واحد الحي فيهم سميتو كاع فيلاج جاي والثاني سميتو كارتي لاتان. وزيد على هاد الشيء أن هاد الدائرة أصلا جاية لاصقة في واحد الحي آخر سميتو بلاطو مون رويال اللي بدورو كيسكنوا فيه المثليين. والحي اللي فيه الإقامة الجامعية ديال إيفو اللي ساكن فيها زكريا مومني جاي لاصق في هاد الأحياء القزحية كاملة اللي هضرنا عليها، وهذا الشيء كامل بدورو جاي في نفس الدائرة ديال فيل ماري اللي هضرت عليها واللي جمع اللب ديال القزحية في مونريال. زكريا مومني من مور ما كثروا عليه تساؤلات المتتبعين ديالو وطالبوه واش بصح انحرف جنسيا ولا محسوب على مجتمع القزحيين، السيد دار واحد الفيديو بان فيه معصب بزاف ومقصح من جهه الفرشه اللي تفرشها، وبقى كيدخل وخرج في الهضره وحاول بشتى الطرق يشكك في المعطيات اللي خرجت عليه، ولكن في نفس الوقت ما نفاش على راسه ميولاته الشاده. ولكن المثير انه من مور الخرجه اللي حاول يشكك فيها في المعطيات اللي تنشرات على المثليه الجنسيه ديالو، غادي ينوض ثاني صور مقطع فيديو اللي تتاكد باللي داكشي اللي تقال على ميولاته الشاده بصح كاين. مومني او المومسي كيف ولاو كيلقبوه عدد من المتتبعين ديالو من مور فضيحه المثليه، ناض صور راسو في مقطع فيديو وهو كيتسكع بالليل بالطوموبيل في واحد الحي معروف بالمثليين الجنسيين والبيران ديال المجتمع القزحيين في كندا. كيف كتشوفوا في الفيديو كيبان لينا زكريا مومني على مستوى شارع بابينو قبالت واحد المحل سميتو امبلمون بوبيان جاي في حي لا بوتيت باتري. وفاش كنقلبوا في عمي جوجل كنلقاو باللي حي لا بوتيت باتري معروف بزاف بالبيران ولي بوت دو نوي الخاصه بالمثليين الجنسيين ومجتمع الميم عموما، بعدما كانت هاد الفضاءات الشاده حاكرا نوعا ما على حي مايل اند اللي جاي حدا حي لا بوتيت باتري. زيد على هاد الشيء ان الشارع بابينو هو الشارع الرئيسي اللي كيربط بين حي لا بوتيت باتري وحي فيلاج جاي اللي معروفين بالمثليين الجنسيين، وهو نفس الاتجاه اللي مشى فيه زكريا مومني او زكيكو المومسي بالطوموبيل كيف ما كنشوفوا في الفيديو. او كاع هذه صداف؟ ما يمكنش، لا ماشي صداف، حيث المسألة عن زكريا مومني كيف قلت في بداية الفيديو صدقت أكبر من أنها تكون ميولات جنسية شادة والسلام، وإنما على ما يبدو الأمر كيتعلق باضطراب جنسي نفسي عويص كيتسمى في علم النفس بلبسة الجنس الآخر أي ترانسفيستيزم أو اضطراب شهوة الملابس المغايرة ترانسفيستيك ديس اوردر، يعني الرجال اللي كيلبسوا حوايج العيالات أو العيالات اللي كيلبسوا حوايج الرجال. وهذا الاضطراب
هو واحد من بزاف ديال الاضطرابات الجنسيه النفسيه اللي كتشخص كانحراف جنسي، وخبراء الطب النفسي كيقولوا بان اسباب هذا الاضطراب تقدر تكون اما الرغبه في التحفيز الجنسي او الحد من القلق او الاسترخاء، واما من اجل تجربه الجانب الانثوي من شخصياتهم بالنسبه للذكور. زكريا مومني في الآونة الأخيرة وبالتحديد من أواسط يناير 2024 بدا كيخرج في الفيديوهات ديالو باللباس ديال العيالات. كيف سمعتوا، مومني ولا كيلبس حوايج العيالات ويبان بها في الفيديوهات ديالو على اليوتيوب. فمثلا عندكم هاد تريكو مول الكاروات، فاش قلبنا لقيناه تريكو ديال البنات وديال ماركة إيطالية مشهورة بدعمها المجتمع المثليين LGBT. وعندكم مثلا هاد الجري الزرق اللي بان به زكريا مومني كثر من مره، وفاش قلبنا عليه لقيناه جيلي ديال البنات وديال واحد الماركه امريكيه. ولكن ستاج الوحش هي اخر حطه بان بها زكريا مومني. في الشوفه الاولى كتبان قميجه ديال الدراري، ولكن فاش غادي تركزوا مزيان غادي تلقاو الصدايف من جهه اليسر يعني ديال البنات، وفاش قلبنا عليها لقيناها بصح قميجه ديال البنات ديال ماركه كنديه، مع العلم ان نفس الماركه كتبيع قميجات ديال الدراري. ولكن زكريا مومني او زكيكو المومسي اختار ديال العيالات تحديدا باش يبان بها في اخر فيديوهاته. شنو كيتسمى هادشي بالسلامه؟ شنو معنية واحد يفترض انه راجل وكيعطي دروس في الرجوله كنلقاوه اختار حي ديال المثليين من دون كاع الاحياء في كندا باش يعيش فيه، وكيختار البلايص المفضله عند المثليين باش يتسكع ويدور ويتصيف فيهم من دون كاع البلايص والبلاجات، وكيزيد يكملها ويجملها باللباس، وكيختار ديال العيالات. فاذا كان هادشي ماشي انحراف جنسي والشذوذ بالعلالي، شنو نسميو هادشي بالسلامه؟ الحاصل القضيه كتبان مقوزحه بزاف عن زكريا مومني، بلي مارا حتى من حجبانو كينتفهم بحال البنات، والاثر ديال النتيف كيبانوا اللعمه في الظلمه.